التغيير هو عملية التحول من الواقع الحالي للفرد أو المنظمة إلى واقع آخر. وعندما ينطبق هذا المفهوم على كارتون نيتورك فسنجد أنها كانت تحتل المرتبة الأولى من بين جميع القنوات الأخرى، وكانت تبث مجموعة من الكراتين والبرامج التي أحبها جلنا وجل من شاهدها. لكن الآن فهي في هاوية السقوط والفشل مع عروضها وبرامجها الجديدة، مما جعل العديد من الناس تتساءل عن السبب، وهل سوف تعود لمجدها السابق أم أن هذه هي النهاية؟ بدون أي تعريفات سنتعرف سويا عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى سقوط هذه القناة، ومباشرة مع العامل الأول ألا وهو الريبوت. ولمن لا يعرف معنى هذه الكلمة فلا تقلق، سوف أشرحها لك بشكل مبسط وسهل. فالريبوت هو تحويل كرتونك المحبوب إلى كرتون آخر برسم وكوميديا سيئة. بشكل أوضح، إذا أخذنا كرتون توم وجيري على سبيل المثال، الكرتون الذي عندنا معه لحظات لا تنسى في الصغر، فشكله في الماضي كان يعطيك ويحسسك بحنين الماضي، وأغلبية من شاهد النسخة الأصلية منه فأنا متأكد أنك كنت تضحك كثيرا مثلي ومثل باقي الأشخاص. لكن الآن إذا دخلت لأحد حلقات العرض فستجد أن الأمر مختلف تماما. الرسم أصبح طفوليا جدا والنكات شبه معدومة، وهذا الكرتون بالضبط انطبق عليه مفهوم الريبوت بشكل كبير. وإذا قمنا بمقارنة بين كلا العرضين القديم والجديد فسنجد أن القديم أفضل، لا من حيث الرسم أو النكات. وليس توم وجيري وحده من صار عليه هذا الأمر، فلدينا أيضا كرتون لطالما وكان في قائمة المفضلة، إنه الغني عن التعريف، بين 10 كلاسيك. ولماذا قلت كلاسيك؟ سوف نعرف الآن. حاليا على شاشات كارتون نيتورك يعرض كرتون بين 10 ريبوت الذي معجوا وقصروا في قصته. أنا أعني أنك إذا شاهدت أحد حلقات العرض فستتشوق للحلقة التي بعدها، وعندما سوف تنزل الحلقة في اليوم التالي بوم ستصدم وسوف تجد أنهم بدأوا لك من زاوية جديدة. وهذا من بين العوامل التي جعلته مكروها عند بعض الناس. أما الرسم فلا حول ولا قوة له، الخلفيات شبه معدومة والعديد من السلبيات على هذا العمل. وإذا رأينا القديم فأقل ما يجب أن تقول عنه أنه أسطوري بمعنى الكلمة. ونعم يا صديقي، كما سمعت فالريبوت كان ولا زال من بين أكبر العوامل التي أدت لسقوط كارتون نيتورك. دون أن ننسى تكرار الحلقات، فجل حلقات القناة الآن مكررة، فإذا شاهدت حلقة اليوم فغدا ستكررها، واليوم التالي ستكررها، والتالي ستكررها، والتالي ستكررها. A few moments later. والتالي ستكررها. 2000 years later. ونفس الأمر سيتكرر معك ل100 سنة، فقط وقت المغامرة. أتذكر أنني كررته أكثر من مرة قبل هذه الأيام، والحلقة حفظت أحداثها ولقطاتها. وإذا دخلت لقناة كارتون نيتورك حاليا سأجدها تكرر نفس الأمر، وهذا العامل طبعا يرجع لقلة العروض التي تبثها كارتون نيتورك. ففي الماضي كانت تبث على الأقل في اليوم أكثر من 20 عرضا، وكل ساعة تجد حلقة من كرتونك وعملك المفضل. أما الآن ف7 كراتين تعرض على الأكثر إن لم يخيب ظني. التالي هو استهداف الأطفال. أنا أعني أن قناة كارتون نيتورك باتت تستهدف الأطفال في محتوياتها. على سبيل المثال، إذا دخلت الآن لقناة كارتون نيتورك فستجد مجموعة من الكراتين كالدببة الصغار وليث ذا كينج، لوني تونز الأطفال، والعديد من هذه البرامج التي تستهدف هذه الفئة العمرية بشكل كبير.
ولأن متابعي القناة الآن جلهم من هذه الفئة، فهي تبث لهم هذه الأعمال كي يبقون ساعات وساعات طويلة عليها. وبالنسبة لنا نحن، فكارتون نتورك قد حذفت لنا برامجنا المفضلة كالدببة الثلاث، وهذا طبعا أدى إلى هجر القناة من متابعيها الكبار والمراهقين. وإذا أردتم المزيد من التفاصيل عن هذه الكراتين المحذوفة، فستجدون فيديو في قناتي تحدثت فيه عن هذا الأمر. بالإضافة إلى حذف البرامج، فالقناة الآن أصبحت كرنجية بشكل كبير وهائل، كما ذكرنا لكم أن الكوميديا نقصت واختفت بشكل كبير. والهدف الأساسي أصلا من صناعة الكرتون هو الترفيه، والترفيه بات شبه معدوما حاليا في هذه القناة. وحرفيا القناة خسرت جمهورها بشكل هائل وكبير، والأسباب وراء ذلك كانت غبية نوعا ما كما ذكرناها لكم. وعلى رأسها المال، فهو يغير الأنفس والناس، ونفس الشيء ينطبق على القنوات إلا من رحم ربك كشباب المستقبل سبيستون، قناتنا نحن الكبار والصغار التي ربت جيلا كاملا على يديها. وأنا وأنت في صغرنا كنا نحب هذه القناة وعروضها المتميزة والخالية من المشاهد الغير اللائقة لأعيننا البريئة، حيث أن القناة قد ربت جيلا وأجيالا على يديها ولا زالت تفعل ذلك لحد الآن. وطبعا دون أن ننسى الشواذ الذين باتوا في كارتون نتورك بشكل كبير في هذه الفترة الأخيرة، وهذا يدخل في إطار غسل العقول للأطفال. وهذه التفاصيل معقدة جدا ولا أريد التحدث فيها. المهم، كانت هذه هي العوامل الكاملة والمتكملة التي جعلت من كارتون نتورك تخسر جمهورها ومتابعيها في السنوات الأخيرة، وأنا حقا أتمنى أن يصلحوها ولو قليلا كي ترجع لمجدها السابق ونراها تصعد وتنجح، وعلى رأسها أن ترجع لنا برامجنا المفضلة. المهم، كان هذا هو فيديو اليوم. شاركونا آراءكم حوله في التعاليق. إذا أعجبكم المقطع فاشتركوا في القناة، لأن هنالك محتوى قادم سيذهل عقولكم الصغيرة والكبيرة. كان معكم أخوكم المحقق تونز، والسلام عليكم.